جايب لك تطبيق باظ، كل اللي عليك يا صاحبي هتبدا تدعي ناس كتير على قد ما تقدر، بس المهم قبل يوم 1/5، لان يوم 1/5 يا عالم هيكون العرض موجود ولا هينتهي. فكل اللي عليك بعد الفيديو ده على طول تبدا تسجل حساب ليك عن طريق الرابط اللي انا هسيبه لك في الوصف. هتبدا تعمل زي ما انا هوريك دلوقتي تسجل ازاي، كل ده موجود في الفيديو. تطبيق باظ هوضح لك كل حاجه فيه، بس بالله عليك صلي على النبي في الكومنتات وتركز معايا في اللي انا هقوله. التطبيق بنزل فكره الدعوات زي فكره التيك توك من فتره. التيك توك كان نزل فتره كده ان انت لو دعيت ناس من وراك هيجي لك فلوس، وده طبعا حصل وناس كتيره كسبت من الحوار ده. جايب لك برده تطبيق باظ ناس كتيره حرفيا كسبت فلوس منه الفتره دي من خلال الدعوات. فانا هقول لك تعمل ايه بالظبط وتسجل فيه ازاي، وكل ده هنوضحه مع بعض. زي ما انت شايف كده يا صاحبي هوريك دلوقتي انشاء الحساب هيتم ازاي. دلوقتي في فيديو ظهر قدامك، انا هبدا ادخل على الرابط زي اللي انت هتدخل عليه بالظبط، موجود في الوصف وفي الكومنتات. اول ما هدخل دلوقتي هيبدا يحولني على طول على جوجل بلاي. دلوقتي انا دخلت على جوجل بلاي، هبدا اعمل تثبيت للتطبيق وهبدا ارجع كده اعمل كريت اكونت او انشاء حساب لو انت بالعربي. زي ما انت شايف كده حتى في الفيديو اللي ظهر قدامك انا كتبت كده بعض الكلمات بالعربي علشان تفهم اكتر. بدات اكتب الفول نيم بتاعي، هنا بيقول لك اكتب الفيرست اند لاست نيم، الاسم الاول والثاني، يعني اسمك محمد احمد اكتب محمد احمد. طبعا رقم موبايلك هتبدا تحدد كود الدوله بتاعك، لو انت من خارج مصر هتحدد كود الدوله بتاعك وتكتب رقم موبايلك، لازم رقم موبايلك، وهتكتب كلمه السر، لازم كلمه السر تكتبها لحد ما يجي تحت كلمه السر بيقول لك بريفكت يور هاف، يعني لازم الجمله دي تبقى اخضر علشان تتاكد ان كلمه السر تمام. وهنا طبعا تحت على طول هتلاقي بيقول لك اكتب الكود. لو لقيت ان الخانه دي فيها كود، لو لقيت فيها كود خلاص ما تكتبش اي حاجه. ما لقيتش هتبدا تكتب، هتعمل انتر كود زي اللي انا علمت لك عليها بالاحمر، هتبدا تكتب الكود اللي انا بكتبه قدامك كابيتال، وبعد كده تبدا تعمل كرييت او انشاء الحساب، وهيبدا كده يدخلك على 6 مربعات بيقول لك في كود هيجي لك على رقم موبايلك فاكتبه هنا. بعد ما الكود يجي لك هتكتبه هنا، بكده انت سجلت في الحساب. لحد دلوقتي مفيش اي صعوبه، يعني التسجيل زي ما انت شايف سهل جدا. ده كان حساب تجريبي اللي انا بسجل بيه قدامكم، فانا دلوقتي هدخل على حسابي اللي انا سجلته على التطبيق وهبدا اوريك دلوقتي تحول ازاي من عربي لانجليزي. زي ما انت شايف اول ما هتدخل هتلاقي في علامه بروفايل على الجنب فوق، هتبدا تدخل عليها وهتلاقي علامه الاعدادات، هتبدا تدخل عليها. لو انت جهازك بالعربي وارد انك تلاقي التطبيق بالعربي زي ما ظهر قدامك دلوقتي. لو انت بقى انجليزي وعاوز تحوله للعربي هتبدا تعمل زي ما انا بعمل كده، هتروح على تاني اختيار اللي هو اعدادات الحساب، وبعد كده هتبدا تنزل تحت، ويفضل في اعدادات الحساب تكتب اسم المستخدم بتاعك، يعني مثلا اسمك محمد وتاريخ ميلادك 95، فهتبدا تكتب محمد 95. احمد نفس الكلام. تحت هتكتب بريد، يفضل تكتبه، معكش بريد مفيش مشكله، اهم حاجه في رقم موبايل. طبعا كلمه المرور والحاجات دي احنا كتبناها في الاول، ممكن تكتبها تاني لو انت عاوز، وتكتب نبذه تعريفيه عنك. النبذه التعريفيه بتاعتي اللي هو لو مهتم بمجال الربح من الانترنت تباني وكده يعني، فانت اكتب الحاجه اللي انت عاوزها هنا زي الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي. ولو جيت تبص تحت كده هتلاقي في عندك اللغه اللي هو العربي، الانجليزي، الفرنساوي، تمام؟ فانا طبعا بالعربي فخليني زي ما انا. لو انت انجليزي هتبدا تختار العربي، وهيبدا ان هو يعمل لك هيبدا ان هو يخرج ويدخلك على التطبيق من جديد. انا دلوقتي يا صاحبي عاوز اكسب فلوس من التطبيق، هعمل ايه؟ لو بصيت كده في الصفحه الرئيسيه هنا بيقول لك ادعي اصحابك، في كل مكان في التطبيق هتلاقي بيقول لك ادعي اصحابك. يعني لو جيت ادخل على ابدا بدعوه الاصدقاء، اول ما هتدخل عليها هيجي لك الكود بتاعك او رابط الدعوه بتاعك. هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل شارك رابط الدعوه على اي مكان انت عاوزه، واتساب، تويتر، ماسنجر، نسخ الرابط، مزيد بقى هيبدا يفتح لك كل الابلكيشن اللي عندك على الموبايل زي ما انت شايف كده. فوق كده هتلاقي في علامه ذهب او كوين، هنبدا ندخل عليها. هتلاقي هنا بيقول لك عدد الحسابات المسجله، طبعا انا هنزله قدامك لان انا لسه ما دعيتش اي حد، يعني يمكن انتوا اول ناس ان شاء الله بعد ما تدخلوا على الرابط المفروض هتظهروا لي هنا. وطبعا هنا هيظهر لك بقى الناس اللي انت دعيتها، معاك وحدات قد ايه، معاك فلوس قد ايه، كل ده هيظهر لك في الخانه دي. لو جيت تبص تحت كده هيقول لك على كل 500 دعوه في نص دولار. انا شايف رقم كويس قوي، يعني نص دولار ده بالمصري حوالي 16 جنيه. فتخيل بقى لو انت جمعت وحدات كتير قوي عن طريق الدعوات، شوف بقى هتقدر تجمع مبلغ قد ايه في الفتره القصيره اللي هي في خلال اسبوعين. ان شاء الله كله هيعمل مبلغ كويس قوي من التطبيق ده زي ما عملنا قبل كده في التيك توك. صدقني لو ما اشتغلتش عليه هتندم زي ما ندمت على التيك توك. وهنا زي ما انت شايف بعد ما هتجمع الفلوس بتاعتك هتبدا تعمل اطلب النقود، وهيبدا يقول لك بقى طرق السحب هتكون ايه. تمام؟ هنبدا نرجع كده وندخل على تاني حاجه، بس انا طبعا علشان ما دعيتش اي حد هنا مش ظاهر لي اي حسابات، فهنبدا نرجع. الاهم طبعا اللي عرفناه ازاي ندعي اصحابنا، وعرفنا ازاي الحسابات اللي احنا هتسجل من ورانا هتظهر فين، وازاي ندخل نسحب عن طريق طبعا الخانه اللي انا وريتها لك تحت اللي هو اطلب نقودك هنا، وهتبدا تدخل عليها وهيجيب لك طرق السحب. فكره التطبيق هنا قبل ما ننهي الفيديو زي الفيسبوك بالظبط،
هتنشر فيديو، هتنشر صور، بوستات، بس الفرق هتلاقي فيه حاجات بسيطه هنا. يعني هنا في غرف صوتيه، وبقيه الحاجات طبعا لو انت عاوز تتابع حد زي ما انت شايف، يعني هو ايه تحسه كده داخل تويتر على فيسبوك على مش يعني كله في قلب بعضه. فهتبدا تدخل وتعمل لايكات عادي للناس زي ما انت شايف كده، اعمل لايكات، تابع الناس، لان هنا لو بصيت على علامه النجمه اللي فوق دي هتلاقي بيقول لك في نقاط كده انت بتجمعها فوق بالمناسبه. وهنا طبعا بيقول لك ايه انشئ حساب، ضيف صوره لحسابك. هنا طبعا بيقول لك انضم للغرفه الصوتيه، انشر بقى صورتين، انشر فيديو، اعمل تعليقات، اعمل طبعا اعجاب للمنشورات اللي هتلاقيها قدامك، تابع حسابات. ليه؟ انت لما تعمل الحاجات دي هيبدا يحولك على المستوى التالي واللي بعده لحد ما هتشوف بقى انت هتبقى على مستوى ايه. تمام. في طبعا حاجه مهمه هوضحها لك قبل ما نختم الفيديو، لان في ناس كتيره بتقع فيها، انا واحد من الناس اللي وقعت فيها، وصراحه ده اللي خلاني اتاخر وما انزلش التطبيق. ليه؟ بخصوص التوثيق. التوثيق طبعا انا لما جيت اوثق طبعا بتوثق من الاعدادات من فوق كده، هتلاقي في اوبشن عندك، لان انا وثقت من الظاهر اوبشن بيقول لك وثق حسابك. هتدخل هيطلب منك البطاقه وش وظهر، ويطلب منك صوره سيلفي ليك. وانت بتعمل ده هتلاقي بيقول لك خطا، رغم ان انت صورت وش وظهر البطاقه وصورت صوره ليك وبيقول لك خطا. انا الصراحه عملت مره واثنين ولقيته بيقول لي خطا، فقمت خارج من التطبيق خالص وزهقت منه. جيت بعدها بيومين ثلاثه تقريبا دخلت لقيت الحساب بتاعي اتوثق. انا ليه بقول لك ده؟ لان هنا شارط لازم لما تيجي تسحب فلوسك يكون حسابك متوثق كده. لو انت دخلت تعمل توثيق لحسابك وقال لك غلط، ما تقلقش، بعدها بيومين ثلاثه هتلاقي الحساب اتوثق عادي. فحبيت بس اعرفكم الحاجه دي لان الحاجه دي مهمه جدا. ده كده كل حاجه عن التطبيق. لو اي حد عاوز يسال عن اي حاجه سيب لي في الكومنتات، وعاوزين نلحق في خلال الاسبوعين دول نكون جمعنا اكتر عدد من الحسابات. فاتمنى بالله عليك لو انت اول مره تشوف الفيديو ليا عموما على القناه اشترك علشان ده هيفرق معايا جدا. وما تنساش طبعا تحمل التطبيق من الرابط اللي انا هسيبه لك في الوصف وفي الكومنتات، تحمل علشان نبدا ان احنا نجمع الحسابات. وان شاء الله برضو لو انا وصلت للعدد اللي هو كاتبه لي هنزل لك بفيديو اثبات ليا. اتمنى بالله عليك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت حلو زيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.